الأصدقاء الأعزاء في كل مكان مرحبا. كل الأفعال والأقوال التي تصدر عن أبو محمد الجولاني أحمد الشرع يصار إلى تصنيفها من قبل شبيحته على أنها أقوال تاريخية وأفعال تاريخية. ما في شيء عادي، كله استثنائي، كله تاريخي. لم نكد ننسى حفلات المديح التي قيلت في أبو محمد الجولاني وزيارته لواشنطن، وكانت زيارة يعني قلبية تشريفية، ما صدر عنها أي شيء جدي ونوعي وجذري، كله للاستهلاك، يعني للاستهلاك الإعلامي الداخلي، ولإظهار أنه خلاص يعني صفحة الإرهاب طويت، وهذا النظام ليس نظاما معزولا ويحظى بشرعية، ومن هالقصص هي. لم نكد ننسى تلك المدائح النبوية التي قيلت في أبو محمد الجولاني، حتى ألحقها هؤلاء الشبيحة والنبيحة بجولة أخرى من الهبل والخبل والدجل الإعلامي والهشك بالشك والزيارة التاريخية والتصريحات التاريخية التي صدرت عن أحمد الشرع أبو محمد الجولاني في موسكو. يعني آه، كل الأغاني التي قيلت في حافظ الأسد وصدام حسين وبشار الأسد إذا ضربناها في خلاط ما بتطلع يعني عشر ما قيل من مدائح في حق أبو محمد الجولاني. من أين يأتي هؤلاء بكل هذه الطاقة من الكذب والدجل يعني اختلاق المناخات التاريخية والانسجام في المود؟ يعني من وين عم يجيبوا هالطاقة كلياتها؟ يعني شيء يعني يثير القرف والإشمقراف والضحك، ويلا مش مشكل يعني، عم نشوفون وعم نضحك يعني. المهم الزيارة التي كانت لموسكو، كثر من شبيحة ونبيحة النظام الحالي قالوا أنه في رأس الأولويات أنه جلب بشار الأسد أو استلام بشار الأسد أو تسليم روسيا وموسكو لبشار الأسد، تسليمه لنظام الجولاني، وهذا يعني عاري عن الصحة. طبعا هذه الأقاويل والأكاذيب سرعان يعني ما يظهر بطلانة وزيفة، ما راح يمر عليها أشهر، لا أيام. نفس الأكاذيب فيما يتعلق بأقاويلهم حول إلغاء العقوبات على سوريا، واتضح أن الموضوع لا، قيد النقاش والدرس ومشروط وفي شروط ويمر من الكونغرس ومن مجلس الشيوخ من هالمشوار الطويل العريض، لكن ويتبادلون التهاني ويوزعون الحلوى ويختلقون الإنجازات التاريخية والانتصارات التاريخية، وكله كذب، كله كذب. يعني يعتاشون على الكذب، أكسجينهم خبزهم ماؤهم كذب. هكذا هم وهكذا سيبقون، يعني لا تستغربوا منهم شيئا. إن شفتوا في شيء يعني كلمة صادقة أو معلومة صحيحة تصدر من هذا النظام ومن شبيحة ونبيحة هذا النظام، اعلموا أن هنالك خلل في مكان ما. لم نعتد من هذا النظام غير الكذب والدجل، مثل ما يعني اعتدنا من النظام السابق، يعني نظام حافظ الأسد وبشار الأسد ونظام صدام حسين. نفس القصة، ربما نظام صدام حسين كان أشرف من نظام حسن الدغيم والجولاني. أقله صدام حسين
كان يقاتل الكرد ويرميهم بالكيماوي، لكن يجالسهم بندية ويجالسهم باحترام. عنده الشيء العروبي أو العربي فيما يتعلق باحترام حتى الأعداء. هذا كان موجود عند صدام حسين، هذا مش موجود عند حسن الدغيام وأحمد الشرع مجهول النسب طبقا لكلام حسن الدغيام. إذن كل ما سمعناه عن زيارة أحمد الشرع لواشنطن سمعناه عن زيارة أحمد الشرع لموسكو، كذب بكذب، اختلاق باختلاق، وهري ولعي ودجل. يعني أتمنى أن يفهموننا بصدق كلامهم. يعني في خلال أيام، الموضوع ما راح يحتاج إلى أشهر، أيام. يعني هؤلاء يظنون أنه أحمد الشرع رايح يجيب بشار الأسد. أنا كتبتها على صفحتي في الفيسبوك إنه مشان محاكمته. شو يحاكمه أحمد الشرع؟ يحاكم بشار الأسد؟ إذا جاب بشار الأسد راح يعمله عضو في مجلس الشعب أو يسلمه منصب وزاري، مثل ما ساوى مع أزلام هذا النظام. كل فكركم أنه راح يعاقبوا. أحد الأصدقاء كتب على الفيسبوك، يعني على صفحته في الفيسبوك، من باب التندر، أنه أحمد الشرع شوي تاني راح يدفع السوريين ثمن البراميل اللي كانت أو الصواريخ اللي كان النظام الروسي يرميها على المدنيين السوريين. شوي تاني هيك راح يسوي، لأنه شهوة السلطة عند هذا النظام مشان فقط يبقى في السلطة. يعني مش بس على منطق اللي يتجوز أمه بيقول له عمه، لا 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 لا، يتجاوز الموضوع بكتير. يعني مستعدين لبيع نسائهم ولبيع فقط لكي يشتركوا في السلطة أو يستحوذوا على السلطة. تذكروا عام 2007-2008 كان هنالك مفاوضات ما بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الأسد عبر الوسيط التركي. كل الكلام الذي سمعتموه من جماعة الإخوان المسلمين عن النظام السوري وحما وقصة حما وإبادة حما، جماعة الإخوان كانت مستعدة لأن تكون شريكا عندها كم وزير، مثل الشيوعيين، مثل الناصريين، مثل المجموعات الموجودة في الجبهة الوطنية التقدمية. جماعة الإخوان المسلمين كان عندها هذا الاستعداد، مهيئة تماما أن تكون جزءا من السلطة ولو شكلية بالشراكة مع نظام بشار الأسد. لكن تلك المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، نفس المفاوضات ما بين النظام السوري والنظام الإسرائيلي بوساطة تركيا كمان وصلت إلى طريق مسدود. ما في مفاوضات دخلت فيها تركيا وتكللت بالنجاح، لا بين الفصائل الفلسطينية، لا بين السوريين والإسرائيليين، لا بين جماعة الإخوان والنظام السوري السابق. ما في شيء تدخلت فيه تركيا ووصل إلى يعني منفرج أو إلى اتفاق ما. مهم هذا النظام الحالي، نظام الجولاني، ائتلاف القاعدة والأخوان وداعش وجبهة النصرة، هل أوبي، هل أرطهي، هل لمي هذا الائتلاف السلفية الجهادية والإخوان حاليا يزقزق ويهلل ويطبل ويزمر
للمنجز الروسي. أبو محمد الجولاني راح على روسيا، طبيعي مثلما الأمريكيين مثلما الأوروبيين. الآن في هنالك سلطة أمر واقع، سلطة انتقالية برئاسة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني. طبيعي أن الروس يتعاملون مع هذه السلطة، المصالح تقتضي، ما فيش هاي العداوات والكيدية الأبدية. هذه السلطة موجودة، مصالح روسيا موجودة، فمن أبسط القواعد أن يفتحوا الأبواب لهذه السلطة. يعني الإعلام السوري صور الموضوع وكأنه بوتين جاي على دمشق ويستقبله النظام السوري. الموضوع مش هيك، يعني الموضوع أحمد الشرع اللي طار لهنيك، مثل تصويرهم لزيارة أحمد الشرع لأمريكا وكأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت اجتماعها في دمشق، وكل هذه القيادات والزعامات والممثليات والبعثات الدبلوماسية غادرت نيويورك وأتت إلى دمشق. هذا الضخ الإعلامي، هذا الدجل، هذا الهبل، هذا الخبل سمعناه من الإعلام السوري، إعلام أبو محمد الجولاني، وبدون حياء، بدون خجل، يعني شيء وقاحة لا تطاق، نظام لا تحتمل وقاحته. هذا الكلام الذي يتكرر نحن كسوريين في المهاجر والأوطان في انتظار تكراره في مكان آخر. سبق وأن ذكرت يعني منذ شهر وشوي وربما أكثر، أنه لا تستغربوا زيارة لأحمد الشرع يقوم بها لطهران. كل الكلام الذي قيل عن إيران والشيعة والكلام الطائفي هذا كله سيذهب أدراج الرياح وسينساه، وراح يطلع هؤلاء فريق المطبلين يقولوا نفس الكلام الذي قالوه: زيارة تاريخية، تصريحات تاريخية، مواقف تاريخية، والمصالح والسياسة، ومن هذا الكلام الذي تعودنا عليه من هؤلاء الكذابين الأفاقين الدجالين المحتالين. اعتدنا عليهم، يعني سيقولون هذا الكلام في حال جرت هذه الزيارة. وهنالك قنوات اتصال وهنالك وساطات ما بين النظام الإيراني ونظام أحمد الشرع. يعني أنا لست ضد هذه الزيارات، لكن أنا ضد الدجل والكذب والافتراء واستجهال السوريين واستغباء بهؤلاء المنافقين الدجالين. أنا أعلم وكثر مثلي يعلمون أن شهوة السلطة، شهوة الاستحواذ على السلطة، أنه خلاص هؤلاء أن يصلوا إلى سلطة حتى ولو بأي طريقة كانت، عبر السرديات التاريخية، عودة بني أمية وما بعرف شو، عبر المظلومية السنية أنه نحن السنة كنا متضررين، وكلها سرديات كاذبة. نظام حافظ الأسد ونظام بشار الأسد الركيزة الاستراتيجية عسكريا وأمنيا واقتصاديا كانوا السنة أصلا. آخر مدينتين صار فيها تحركات احتجاجية واسعة أو شبه واسعة النطاق كانت مدينة حلب ومدينة دمشق. المدن الأخرى، المركز السياسي والمركز الاقتصادي في سوريا، العاصمة السياسية والعاصمة الاقتصادية حلب ودمشق، كانت آخر المدن التي التحقت بركب المدن السورية المنتفضة على نظام بشار الأسد. وبالتالي إذا ترجعوا
من سنة ال70 وحتى قبل سقوط بشار الأسد أعمدة وأركان الحكم في المؤسسات الدينية، في المؤسسات الثقافية، في الحكومات، في الوزارات، في الأمن، في قادة الجيش، أغلبهم كانوا سنة. وبالتالي هذه أصلا المعاناة اللي بيحكوا عنها أنه مظلومية السنة كانت بأيدي السنة. مجازر حماة رئيس الوزراء كان سني، قائد الجيش ووزير الدفاع كان سني، وأغلب قادة الجيش اللي كانوا في اللي بيقصفوا حماة. طبعا سردية حماة كمان الآن يصار إلى مراجعتها، هل بالفعل حدثت تلك المجازر أم لا؟ لأنه الضخ الإعلامي الإخواني في العالم العربي في أوروبا كله كان يركز على سردية المذابح والمجازر التي جرت في حماة. الآن طالما هنالك أكاذيب مثل أكذوبة إبراهيم القاشوش، مثل أكذوبة الخطيب الطفل الدرعاوي، معاذ الخطيب، أو شو كان اسمه الطفل اللي على أساس أنه اعتقل وجرى تعذيبه، طلع أنه كذب. حمزة الخطيب في درعا. هذه الأكاذيب التي صدقناها وهي ليست ببعيدة، الآن بأثر رجعي ينبغي مراجعة كل أكاذيب جماعة الأخوان المسلمين والإسلام السياسي. كل أكاذيب، كل افتراءات على الواقع. أنا لا أقول أن نظام حافظ الأسد نظام مجرم، زج بالضباط العلويين رفاقه، يعني صلاح جديد وآخرين في السجون. نعم، ونظام مجرم، لكن السردية الإخوانية الإسلامية سردية كاذبة ينبغي إعادة النظر فيها بأثر رجعي، وسيصار إلى ذلك طالما أنه السردية القريبة طلعت أنه كاذبة، واللعب بعواطف الناس والقصص هيك. في مسعى الوصول إلى السلطة، الاستحواذ على السلطة، طالما هم الآن في السلطة فمستعدين أن يضعوا يعني نسائهم وأمهاتهم وزوجاتهم على طاولة التفاوض مع أي كان، المهم أن يبقوا في السلطة. هذا النزوع الشيطاني الجهنمي لشهوة السلطة جعلهم يعني يستندون على سرديات سياسية فيما يتعلق بالمنظومية السنية، وهي سردية اتضح كذبها القريب والبعيد. فيما يتعلق بالسردية التاريخية وبني أمية، وهذا سؤال موجه للنخب الموالية اللي بتحكي كتير عن بني أمية. معروف أنه القبائل العربية الأصيلة، يعني سأذكر بعض الأسماء: قبيلة طي، وقبيلة شمر، وقبيلة عنزة، والبقارة، والبوشعبان، وشو كمان نعيم، وقلنا البقارة. كل هذه القبائل مجموعة، وهي ممتدة في العراق ومنطقة الخليج العربي، لا خلاف، لا غبار على أصالتها وعروبتها في يعني. وهنالك تسلسل تاريخي لانتماءات هذه القبائل، هل هي قحطانية، عدنانية، قريشية، كل هذه التفاصيل. أنا شخصيا ما شفت ولا قبيلة من هذه القبائل الموجودة الآن، الموجودة والفاعلة والمؤثرة الآن وبالملايين، ولا قبيلة تعيد جذورها إلى الأسرة الأموية، بينما هنالك قبائل تتحدث عن أصولها لبني العباس، إلى آل البيت،
قبائل حسينية وكذا، حتى من ضمن الكرد هنالك شيء من هذا القبيل. أما الانتماءات والنسب القبلي إلى بني أمية ما في. بني أمية انقرضوا، لكن العباسيين موجودين الآن. الأسر يعني التي تعيد نسبها إلى العباسيين موجودة حتى الآن بين الكرد وبين العرب. ما في، أنا ما شفت قبيلة من القبائل المذكورة أسماءها الأصيلة العريقة تحيل أصولها وجذورها إلى بني أمية. يقال أنه بعد المجموعات الأمويين الذين فروا من أبناء عمومتهم توزعوا بين القبائل، لكن هذا ليس أصل هذه القبائل الأصيلة. فمن وين جابوا هذه السردية التاريخية بني أمية وبني أمية ومن القصص ومن الأكاذيب؟ هذه السردية أيضا سردية ساقطة تاريخيا وواقعيا وديموغرافيا، بيستند عليها الآن أزلام هؤلاء لأنه ما عندهم سند، يعني عديم الأصل، عديم النسب، مجهول النسب، بحاجة إلى شيء ينسب نفسه إليه. فما شافوا غير القريشي والأموي ومن الأكاذيب هي. فهذه السرديتان، هاتين السرديتين يعني غير كاذبتين اللي يتبنوها نظام الدغيم والجولاني. هلا أهل العراق الأصلاء الأحباء يتفاخرون أنه بغداد عاصمة الرشيد وبالدولة العباسية وكذا. حتى الشيعة منهم، حتى الشيعة يتفاخرون بالحضارة الإسلامية التي حكمت العراق والمنطقة وكانت عاصمتها بغداد أو العراق ككل. هنالك، وهذا من حقهم أن يتفاخروا بالحضارة أو المرحلة العباسية من الحضارة الإسلامية. لكن ما شفت حدا من الإخوان المسلمين من السنة، من سنة العراق، من الجماعات الإسلامية السنية العراقية، ربما بيحكوا نرجع حقبة البحث وحقبة صدام حسين، بس ما بيحكوا إنه والله بدنا نرجع هارون الرشيد وأبو جعفر المنصور والحقبة العباسية وبغداد لنا إلى يوم القيامة. ما شفت حدا، لا من المثقفين ولا من الشعراء ولا من وزراء الثقافة السنة ولا من الجماعات السنية في العراق بيحكوا نفس الكلام اللي بيحكوه وزير الثقافة والأمويين الجدد في سوريا. يعني الكلام الذي يقال فيما يتعلق بالمرجعيات التاريخية الكاذبة في سوريا، وأقصد بالمرجعية السنية الأموية، شيء زبالة، شيء طائفي وزبالة، تفاخر كاذب، ادعاء كاذب، نسب كاذب، كله كاذب بكاذب. هذا السلوك القميء التافه لا ولن نجد له مثيلا في العراق. وهنالك سنة في العراق أيضا، سنة في العراق يفتخرون بعراقيتهم، يفتخرون بسنيتهم، يفتخرون بالمرحلة العباسية، يفتخرون بذلك، لكن ما بيقولوا والله راح نرجع الحكم العباسي والقصصي. هل سلوك الخسيس الدنيء الطائفي بنشوفه عند أزلام وأعوان وشبيحة ونبيحة نظام أبو محمد الجولاني. إذن لا تستغربوا إن شفتم أبو محمد الجولاني مع خامنئي أو مع الرئيس الإيراني، ما تستغربوا.
خاصة أنه إيران لها علاقات تاريخية مع جماعة الإخوان المسلمين. هذا كلام موثق. وإيران ما عندها البراغماتية السياسية، عندها توجه قومي فارسي يستثمر السردية الشيعية والمظلومية الشيعية لأغراض تحقيق أغراض قومية فارسية، أغراض إيرانية. هذا موجود. هنالك طبقات تتحكم في السياسة، طبقات عقائدية أيديولوجية تتحكم في السياسة، المرجعية السياسية لإيران، لكن هنالك مصالح تتجاوز هذه الأمور، تتعلق بدعم التنظيمات السنية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي سوريا. يعني قديش كان في تحالف ما بين حافظ الأسد، نظام حافظ الأسد والنظام الإيراني، ما كان في هنالك عداء أو عداوة شديدة ما بين جماعة الإخوان المسلمين في سوريا والنظام الإيراني أبدا. يعني والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين لم يكن في وارد أن يفسد علاقته مع النظام الإيراني لصالح جماعة الإخوان المسلمين في سوريا. إيران دعمت حماس وما زالت، ودعمت الإخوان المسلمين في مصر وما تزال تدعمها، ودعمت الفصائل السنية أيضا، ودعمت داعش، ودعمت تنظيم القاعدة. وهذه قضايا موثقة، وبالتالي هنالك أرضية لعودة العلاقات نظام الجولاني مع النظام الإيراني، فلا تستغربوا. ويعني جهزوا أنفسكم لنفس الحكي، زيارة تاريخية وتصريحات تاريخية وابتسامات تاريخية. وإذا سعل الجولاني في طهران ستكون سعلته تاريخية، إذا عطس الجولاني في طهران ستكون عطسته تاريخية. الجولاني عطس في طهران. إذا ظرت الجولاني ضرطة تاريخية في طهران فلا تستغربوا، سيقال يعني في الإعلام السوري على أنها ضرطة تاريخية لا مثيل لها. الجولاني ضرط في طهران. كل الشيء، الأفعال والأقوال العادية والمشينة والتافهة سيصار إلى تقديمها بوصفها أفعال وأقوال تاريخية عبر القنوات الداعمة لنظام الجولاني. طبعا بالمستوى الأول القنوات السورية، بمستوى ثاني أخف شوي، أخف يعني القنوات الإعلامية القطرية والسعودية أخف شوي، مش مثل يعني تلفزيون سوريا والأخباري، لكن بنسبة أقل. على العموم انتظروا وترقبوا جلوس نظام الجولاني مع نظام الإيراني، مثل ما جلس نظام الجولاني مع الإسرائيلي مع الروسي. فنحن على مقرب أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، لكن بالتأكيد سيكون هنالك شيء من هذا القبيل. الزيارة التاريخية للجولاني إلى طهران والمدائح النبوية التي ستقال وطلع البدر علينا، ومن القصص التي ستسمعونها، من المدائح التي ستسمعونها عن هذه الزيارة في إعلام نظام السوري الحالي. دمتم بألف خير.